هلو هلو، ازيكم يا اصحابي حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. لو كنت اول مره بتشوفيني، انا بسمه ودي قناتي وبتمنى تاخدي جوله فيها وباذن الله تعجبك. بس اوعي تنسي اللايك شير سبسكرايب كومنت حلو منك، في دعوه حلوه ليا، ونصلي مع بعض على رسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ودعوه حلوه لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصر غزه، اللهم امين. بصوا بقى، نقول بسم الله ونبدا. شفتوا شكل الفراخ الاول كان عامل ازاي؟ ما استخدمتش في الوصفة دي حاجات افتكاسات ولا حاجات مش موجودة في البيت. كل حاجة بقت غالية وربنا يعيننا على اللي احنا فيه. هي كل حكاية هنعمل صينية بطاطس بس بطريقة مختلفة خالص، مش كالعادة اللي احنا بنعملوها، يعني نغير في الطعم. هنعمل ايه يا ماما النهاردة؟ هنعمل صينية بطاطس بالفراخ. بس المشكلة الأحلى بقى في الطعم في الآخر والشكل وكل حاجة تمام. زي ما انت شايفة، انا قطعت البطاطستين 3 بتوعي ونضفتهم وظبطتهم وفي الصينيه بتاعتي وحطيتهم. نشوف بقى شطفه نظيفه. وتعالي نشوف البهارات. يعني الاكله النهارده في البهارات. العامل الاساسي النهارده معايا في الوصفه بتاعتي اللي هو الكاري، في الرز وفي الفراخ وفي البطاطس وفي كل حاجه. ظبطت البطاطس بتاعتي. طبعا انا نقع الفراخ بتاعتي بالمحلول بتاعها. بصوا يا حبيبي، خلينا متفقين مع بعض ان انا ما بحطش في النقع دقيق. انا مش متقبله، انا بحس ان هو بيعجن كده ويلبك، ودي حركه انا يعني ايه بتستفزني، مش بحبها. فانا بحط ايه في الميه بتاعه النقع؟ معلقه سكر كبيره، معلقتين ملح، وبحط شطه وليمونتين 3 زي ما انت عايزه. عندك ليمونه واحده قشطه مش هتقولك لا حطيها. الخل بقى، خلينا نيجي في الخل. ما تحطيش كتير لان الخل كل ما بيزيد في اللحوم بيزفرها زياده. فانت عارفه المعلقه اللي في ايدي دي اللي انا بنزل بيها الزبادي بتاعت الشاي العاديه، هي بالظبط خل مش اكتر من كده. بترقديها في المحلول ساعتين ساعتين ونص زي ما انت عايزه، بتطلع كل الزفره اللي فيها. طب دلوقتي انا حطيت ايه؟ طلع كل بهاراتي جنبي. حطيت زبديه، ما عندكيش زبادي حطي حبه لبن. حطيت بصل بودر وحطيت توم بودر. اي حاجه بقى بلاقيها اتبكت من ايدي بمسح كده في السريع، ما بحبش اشيل حاجه فوق فيها مشكله او فيها حاجه من ايدي يعني. عندي السبع بهارات. انا شغاله بالمعالق الصغنونه خالص يعني. الكميات اللي انا بحطها ايه هي؟ ده العامل الاساسي زي ما بقول لك اهو، ده الكاري، ده صاحبنا النهارده، وده البطل بتاع الوجبه النهارده. اللي انا حطيتهم دول 100 معلقه كبيره من اللي احنا بناكل بيها عادي. هرجع واقولك الكميات اللي انا بحطها. بحط يعني المعلقه الصغيره بتاعه الشاي دي بحط نصها من كل حاجه من البهارات. طبعا اللي في ايدي دوت ده بديل مرقه الدجاج، ده اللي بنجيبه سايب كده من عند العطار تمام. وحطيت ذره بسيطه من الحبهان ورق لورا المطحون، وحطيت الملح بتاعي وشويه الفلفل الاسمر. يبقى انا حطيت ايه؟ حطيت كاري. بصي حبه الخل بسيط جدا ان انا حطيته. حطيت كاري، وحطيت وهحط معلقه عسل نحله اهو صغنونه مش كتير. وحطيت ملح وفلفل اسمر بصل بودر توم بودر 7 بهارات. معلقه صغيره من بهارات مرقه الدجاج. وحطيت ذره بسيطه خالص من حبهان وورق اللورا، وادي ليمونه اهي معايا برضو هعصرها. والزبدايه اللي حطيناها في الاول. الزبادي يا جماعه في البانيه او في الفراخ او في اي تتبيله انت بتعمليها بتطلع لك اللحمه طريه من جوه. وانت بقى بتحطي التحبيشات بتاعتك بتبقى مقرمشه من بره لو انت هتعملي حاجه كريسبي تمام. طيب في الوجبه بتاعتنا دي برضه هتطلع لك اللحمه نفسها النسيج من جوه الطري، وانت بتاكليه بيبقى كده له ملمس لذيذ. هقلب كل المكونات دي في بعضها. واي حاجه انا هحطها بقولك عليها. احط لها بقى حبه ميه وانا بقلب عشان عايزاها ميه شويه. زي ما بقولك انت ممكن تحطي كوبايه لبن لو ما عندكيش زبادي تمام. عندي بقى بصلايه وسط كده زي ما انت شايفه، بقطعها تقطيع صغنن على قد ما تقدري. مش عايزين بقى ايه بصل كبير وكلام من ده. عايزه تقطعيها قطعي، عايزه تبشريها، عايزه بالكبه، عايزه تقطعيها كده في السريع، اللي انت عايزاه اعمليه. كل طريقه خلينا متفقين زي ما قلت لكم قبل كده، كل واحده وطريقتها سكر وزي العسل وجميله. المهم انت تعملي اكله حلوه بايديكي لاولادك. الطريقة دي ما خدتش مني وقت كبير يعني.
وطلعت لذيذة ومختلفة وطعمها زي السكر. فانا قلت برضو ايه ان انا انزلها لك. احنا كل يوم بنحتار هتعملي ايه النهاردة، هتعملي ايه بكرة. انا وانا بتغدى بقول خلصت غدا النهاردة، هنعمل بقى ايه بكرة. عارفين الحيرة اليومية بتاعت الامهات دي. ربنا يعين كل واحدة على حياتها وشيلتها ويقدرها يا رب. بس خرجت البصلايه بتاعتي كلها، وبرضو هدي كل الكلام ده تقليبه حلوه كده، امزجهم في بعضيهم كده اهو. خلاص. نجيب بقى الصينيه بتاعتي، حاطه الفراخ فوق البطاطس، وهشتغل بايدي كمان. تمام. نزل بقى كل الكلام دوت. الملح بتاعك انت بتظبطيه على ما تتعودي. بصي بايدي، طبعا ايدي مغسوله، واعمل للفرخه مساج كده اهوت، وبعدين اخد من الخلطه واحط بين الجلد كده اهوت واللحمه، ادخلها جوه عشان تتشرب خالص. وانا كان في خطوه كمان كنت عاملاها ومش عارفه ما اتصورتش معاكوا ليه، ان انا كنت بالسكينه منغزه اللحم بتاع الفرخه كمان عشان الخلطات تخش جوه. يعني وانا بشطفه وصفيته وكل حاجه، رحت منغزاه بالسكينه قبل ما احطه في الصينيه اصلا. خلاص. التتبيله بتاعتي جهزت كلها، و زي ما انتوا شايفين ان انا فرقتها في الفراخ والبطاطس وكله في بعض، ورجعت الفراخ من على الوش تاني. عايزه تحطي الفراخ من تحت علشان الفراخ بتاخد سوا، اعملي كده. تمام عادي جدا يعني مفيش اي مشكله. جبت بقى انا عندي هنا ده سمنه بلدي متسيحه في البيت، يعني سمنه عاديه وعليها وش اللبن وعليهم ازازه زيت ومتسيحين مع بعض في البيت. فحطيت بقى كده، بطلع بالمعلقه وبنزل بالمعلقه التانية عشان لا الغوص ايدي ولا الغوص البرطمان نفسه. بس دي حطيتها على النار، وبعد ما استوت الحاجه رحت حطها في الفرن، اخدت وش. كنت بقى انا عامله ايه، كنت عاملاه معاكم قبل كده فقلت عشان ما اطولش. ده رز انا عاملاه بالكاري. عملت ايه بقى الرز ده، خطواته ازاي. حطيت ورق لورا وحبهان وعود قرفه في الحله مع شويه زيت، شوحتهم في بعض، وحطيت معاهم بصلايه، وحطيت معاهم لومي واحده، ليمونه واحده بس. وشوحت كل الكلام ده. لو عندك بزله انزلي عليها، انا ما عنديش. عندي الجزر، حطيت الجزر وشوحت، ونزلت الرز وشوحت كل دوت، ورحت حاطه عليهم الكاري وقلب قلب قلب، وحطيت عليهم الملح بتاعهم والميه وبس. سبته بطريقته عاديه جدا، بدات تتشرب، ورحت منزلاه على الشياط، حطها على الشياط. هنا بقى الصينيه بتاعتي بعد ما طلعت اخدت لون كده اهوت من الفرن. ادي البطاطس والفراخ، وادي النهارده البطل بتاعنا ليان دخلت في اخر الفيديو الكاري. جربي الوصفه وقولي ايه رايك، واستنوني في فيديو جديد. ولا اله الا الله محمد رسول الله.